وبيان سور ديسيبلين تاكتيك. حنا تنحاولوا ما امكن باش نستغلوا الوقت باش نرتاحوا، تنعملوا تداريب زايده بالمعنى المزيان ديالها، انه باش نزيلوا العياء والدراري لي كونسونطراسيون. كما قلت الرئيس ما مقصرش معنا، اللاعبين حتى هما مستعدين. الحمد لله الاجواء مزيانه، تنحس بواحد الانرجي مزيانه، لم في وسط كما نقول في وسط الجروب ولا خارج الناس، خارج هذا، وهذا الشيء مهم. تنعاود ديما تنقول انه انا شي واحد اللي تيامن بالفعل مزيان، الفعل موجود، نتمنى ان شاء الله نجوستيفيو. سؤال كذلك لسي محمد النجم. سي محمد، كيفاش دايره الاجواء داخل المجموعه قبل من المواجهه ديال فريق الترجي التونسي؟ وكنظن بان هذه المقابله في عندها طعم خاص بالنسبه لك، حقاش كنت حاضر ماشي في اللقاء ديال الاياب ولكن في لقاء الذهاب اللي كان في 2019. فكيفاش كتشوف هذا الماتش هذا؟ ميكرو. اول حاجه تنبغي نقول لكم السلام عليكم. بطبيعه الحال من بعد ديك المقابله اللي ديال 2019 اللي داك النهائي اللي كان داز، بالنسبه لنا ديك الصفحه والتطوات. دابا ان شاء الله خصنا نكونوا مركزين ما بين الكفايه في هذا الماتش اللي جاي. كما تعرفوا الجميع هذه مقابله ماشي ديال انك تجمع النقاط، مقابله خاصك تكون مركز 100% انك باش تدوز ان شاء الله النهائي. الحمد لله عندنا مجموعه اللي في مستوى، تنشتغلوا مع الكوتش في اجواء عائليه. لوبجيكتيف ديالنا الكبير ان شاء الله في هذه البطوله هذه اننا نتوجوا بها. اي لاعب عنده طموح من بعد العام اللي فات والسنه اللي دازت اننا ما دينا حتى شي حاجه. دابا ما بقاش مسموح لنا بالغلط، خصنا نتعاونوا بعضياتنا على هدف واحد، اننا نفرحوا الجماهير ديالنا الوداديه، ونكونوا ان شاء الله في الموعد غدا ونحققوا المبتدا ديالنا ان شاء الله اللي هو الفوز، وتكون شي نتيجه اللي تكون ايجابيه ان شاء الله. نبداو الاسئله ديالكم. غنطلب منكم فقط انكم تقدموا نفسكم وكذلك المنبر اللي كتمثلوه. السلام عليكم، يوسف حداوي، ابو ظبي الرياضيه. السؤال عندي الكوتش وكذلك السي محمد النجم. نبدا مع السي عادل الرمزي. كنعرفوا ان نظريا 72 ساعه كافيه لاجراء مباراتين تقريبا. شنو اللي ركز عليه في هذه الفتره هذه بين مباراتين انباء الاياب وكذلك مباراه الترجي اللي غتكون يوم غد ان شاء الله السي عادل الرمزي؟ بالنسبه للسي محمد النجم، كنعرفوا ان بقات لكم خطوه واحده نحو نهائي، فهذا الشيء واش ما يخليش الضغط على فريق عليكم انتم كلاعبين في هذه المواجهه امام الترجي التونسي؟ شكرا. وبالنسبه لنا بطبيعه الحال مقابله اللي ما غاش تكون سهله، مقابله اللي عندها واحد الطعم ديالها خاص، ولكن احنا عازمين اللعابه كلهم متحدين بعضياتهم اننا ان شاء الله هذه المقابله نلعبوها بجميع الامكانيات ديالنا كجروب. وكما قلت لك عندنا هدف واحد ان شاء الله هو التاهل، ما مسموحش لنا بالغلط في الملعب ديالنا وقدام الجماهير ديالنا. عارف كل الجماهير ديالنا رقم واحد اللي غتساندنا وتكون في الدار ديالنا غدا ان شاء الله. اهم حاجه ان شاء الله كما قلت هو اننا نتعاونوا بعضياتنا على اوبجيكتيف واحد، هو اننا ان شاء الله ناخذ نتيجه اللي تكون ايجابيه باش في المقابله ديال العوده ندخلوا ان شاء الله بواحد الارتياح. سولتيني على شنو ركزت عليه مباراه عينيا المباراه تاع الترجي. وبالنسبه لي انا كما نقولوا كطريقه تفكير، انا تنركز على الفريق ديالي اكثر. تنحاول ما امكن انه المسائل اللي ما درناش مزيانين نصلحوهم، والمسائل اللي درنا مزيانين نحافظوا عليهم. الى بهذه الطريقه هذه تقوى كوم ايكيب. وحنا حتى من المنبر ديالنا كوداد حنايا خاصنا ننطلقوا من القوه ديالنا. بيان سير تناخذ لادفيرسير اللي غادي نلعبوا معاه وتناناليزيو وتنشوفوا شنو هما نقاط الضعف ونقاط القوه ديالهم، ولكن التركيز باكثر على حنايا. انا تنامل الى الفريق ديالي تيتحسن وتيقوى، انه غادي يكون في المستوى. سؤال اخر تفضل. اسامه دافي في موقع منبر 20. سؤالي للكوتش، يعني منذ بدايه البطوله شفنا واحد التطور ملحوظ صراحه كيبين على العمل الكبير اللي كتقوم به مع اللعابه. انتقلنا لواحد المنعرج اخر، هو كنلعبوا مع فراقي اللي كيخدموا شويه بالكواليس. سؤالي واش كاين استعداد لهذه الكواليس، خصوصا ان اللاعب مثلا أنجم كان حاضر في هذيك المباراه، شفنا ضياع اللقب اللي العالم كله اشهد انه ضاع علينا. السؤال هو كيفاش كتستعد لهذه الكواليس مع هذه الفروق الخاصه؟ بالنسبه باش نكون معك واقعي، اولا تهنا فيهم جوج المسائل. كاين المساله الاولى
راه قلتها قبل في الندوه الصحفيه اللي قبل، انت نامل بان الكره هي اللي تربح ديما. صافي دير اشنو قصدت بها، هو انه تركز على الفريق ديالي، نكونوا كلنا الخدمه ديالنا نديروا اللي علينا، شيما تكتيك تكنيك مونتال نوجدوا مزيان. الا نكونوا مزيان نضربوا اي فرقه، الا نكونوا في المستوى ديالي هذيك هي اللي مهمه. خلي الكواليس وخلي هذا، واخا يكونوا الكواليس اللي بيكونوا هذاك هو الاساس. ثانيا كاينين حوايج اخرين بيان سور، كاينين حوايج اخرين، حنا مغاربه عندنا النفس هنايا، فهمتي؟ الحق ديالنا ما غاديش نساوه، حنا تنعرفوا هذا الشيء، ولكن حنايا كبار، فهمتي؟ حنايا كبار كوداد ولا كبلاد، المسائل اللي وصلنا لها في كرة القدم وهذا كبار على هذا الشيء. تنحاولوا انه ماشي تنحاولوا، غادي نحاولوا انه نردوا وناخذوا المسائل ديالنا بالكره، وهذاك هو الهدف ديالنا ان شاء الله. نعم، سؤال تفضل. نعم. سلام عسلامة كوتش، هيثم راجدي ترجي بلوس. في اول الامر كوتش ساعه ترجي راهي وقت اللي فازت على ارضيه الميدان وفازت في التاس، معناها ما فماش اكثر من التحكيم نتاع التاس باش يعطي حق الترجي، وترجي معناها ما فماش لعبه كواليس لحد شيء. دونك ماذا بينا كان نقعدوا نحكيو على المباراه. كوتش هذولي بالنسبه لكم انتم ساعه ترجي وداد، مباراه كبيره، ديربي شمال افريقيا، اكيد زوز فرق كبار، الترجي باسمه وتاريخه بالحاضر والمستقبل، وداد نفس الشيء، واللي قاعد خاصه السنه هذه يكون في فريق. يظهر لي المباراه باش تلعب على شوطين، شوط في كازابلانكا وشوط في تونس. لهنا كانت تعطينا خاصه طريقه التعامل نتاعك ما بين الشوط الاول هنا في كازابلانكا والشوط الثاني في رادس في ملعب قدام جمهور الترجي. بالنسبه هذه كما قلتي مباراه في مباراتين، يعني انه عندنا المره الاولى غنستقبلوا في البلاد ديالنا، من بعد غادي نمشيو لتونس. شنو نقول لك، ما كاينش واحد السيناريو اللي نقدر نقول لك الحين انه احنا في المغرب هنا غنلعبوا باش نديروا اكبر نتيجه في تونس. حنا كما قلت لك تنطلقوا من القوه ديالنا، عارفين بانه الادفيرسير حتى هو قوي، ولكن 90 ديالنا عارفين بانه الادفيرسير حتى هو قوي، ولكن تنطلقوا حنا من القوه ديالنا. عندك 90 دقيقه الاولى غتحاول ما امكن انه تعمل فيها نتيجه ايجابيه، ومن بعد من بعد على حساب النتيجه تاعت غدا غادي نحاولوا نشوفوا كيفاش نماناجيو الماتش تاع الاربع. مباراه اللي غادي تكون مهمه. علاش؟ لانه تنظن انها غادي تكون لو بروميير تيست لينا بجوج، نشوف فين واصلين. بالنسبه لينا حنايا كاين تحسن، وغدا انا متشوق نشوف الفريق ديالي في هذه الظروف، اش مستوى نقدروا نجيبوا هنايا عندنا في البلاد ديالنا. سؤال آخر؟ تفضل. عبد الرحيم مرزوقي، اخبارنا المغربيه. اولا كوتش، سؤالي هو هل الوداد سيعرف غيابات في مباراه الترجي؟ والسؤال حول يعني تعاملكم مع المباراه الخاصه، لانها تاتي اولا في سياق محك حقيقي للوداد في سوبر ليج و هذه البطولة الجديدة، وهل أنتم على أتم الاستعداد من جميع النواحي؟ سؤالي محمد أناجم، أولا ذكريات الماضي هي لن تنسى، ولكن أظن أنكم تستعدون بما فيه الكفاية لهذه المباراة، أولا لإرضاء الجماهير، ورغبة الجماهير تبقى رغبة حقيقية وحاضرة في كل زمان ومكان. ومن طبيعة الحال بالنسبة لنا عمر ما غادي تنسى ذاك النهائي، ولكن دابا حنا غنحاولوا اننا نطوي ديك الصفحه اللي فات. ملزوم علينا اننا ان شاء الله نقدموا واحد العرض اللي يكون جيد للجماهير ديالنا. كما تنقول داكشي اللي فات مات، دابا ارضيه الملعب هي اللي غتحكم، اللي كان مزيان واللي لعب الكره ديالو هو اللي غادي يقدر انه باش يتاهل. الحمد لله عندنا عزيمه، عندنا جروب اللي مزيان، عندنا اوبجيكتيف واحد ان شاء الله، هو اننا نتاهلوا ان شاء الله وندوزوا للنهائي. ماتش ما غاديش يكون سهل، غادي نحاولوا ان شاء الله نجيريو الماتش ديالنا هنا في المغرب، ومن بعد ان شاء الله النتيجه والماتش كيفاش غيكون ان شاء الله نحضروا الماتش اللي جاي. باش نزيد نقوي الكلام اللي قال أناجم، انه سولتيني على واش حنا مستعدين لهذا الكاس. لازم نوضح واحد الحاجه اللي هي باينه، ماشي باينه واضحه بزاف تاع المغاربه، ولكن لان هذا ماتش انترناسيونال. الوداد الرياضي
من المكون الروحي ديالو سي بن جلون حتى الناصري، من الزكي حتى المطيع، عائله، المشعل تيدوز منين تليت. مفروض عليك تفرض راسك، مفروض عليك تكون مستعد. انا عندي 46 سنه، عندي 46 عام. ديما تعلمت بانه الا بغيت نفوز ولا نربح شي حاجه نتفوكسا ونبقى حاضر راسي لتحت ونبقى مركز. اول مره فاش تنهز راسي عاد تنولي مركز وتيجيني واحد الاشتياق للفوز. والجمهور وما ادراك ما الجمهور. تنتمنى ان شاء الله نفرح ونكونوا في المستوى ان شاء الله.